البلاننج من اهم الحاجات اللي احنا بنحتاجها كمبرمجين في شغلنا بشكل يومي، ودايما بيقول لك قبل ما تبدا اي فيتشر محتاج ان انت تعملها بلان علشان تطلع بافضل نتيجه من الاي اي. ولكن كم مره كنت بتتعامل مع البلان وما بيطلعلكش برضه بالنتيجه اللي انت عايزها رغم ان انت عملت بلان؟ العيب هنا مش في البلان على قد ما في التفاصيل المفقودة في البلان. انت ما اديتش تفاصيل كفاية للاي اي، فبالتالي هو اشتغل على عماه كده زي ما بنقول. فمن السكيلز اللي بستخدمها مؤخرا الا وهي سكيل جريل مي. السكيل دي بصراحة عبقرية، بتخليني اقعد في سيشن مطولة تلت ساعة نص ساعة مع الاي اي، بياخد كل التفاصيل الممكنة، يفضل يسأل ياخد مني كل التفاصيل الممكنة لحد ما يلم كده نظرة عامة وشاملة عن الموضوع. وفعلا وقتها بعد ما بيعمل بلان بتكون ما بتخرش المية كده زي ما بنقول. لو جينا شفنا هنا مع بعضينا، انا بطلب هنا منه بقول له محتاجك ان انت تنهانس ليا فيتشر معينة، فبقول له وبعد كده رحت عملت منشن لجريل والدوكس. السكيل بسيطة وهسيب لكم المنشن بتاعها في الجيت هاب. جيت قلت له انا جريل دوكس، قعد حرفيا معايا حوالي تلت ساعه بيبدا ان هو دايما يسال سؤال ويخيرني، طب محتاج ده ولا ده ولا ده، وابدا ان انا اقول له اللي انا محتاجه، ولو في تفاصيل زياده ببدا ان انا اقول له عليه. بعد ما قعدنا حوالي تلت ساعه في البلان، وساعات ممكن يقعد معاك اكتر من كده، ودي الميزه انه مش بتسيبه 5 دقايق ترجع تلاقيه كان محتاج مثلا ايه منك تجاوب سؤال، لا انت هتفضل كده قاعد معاه سيشن مطوله، هياخد منك كل التفاصيل الممكنه وتسيبه ويشتغل بعدها. لو جينا هنا بصينا على فايلات هنلاحظ ان هو عمل لي فايل مهم قوي الا وهو الكونتكست. الكونتكست هو بيبدا يحط المصطلحات اللي انتوا اتفقتوا عليها. يعني هو انت دلوقتي كلمته مثلا قلت له انا عندي في السيستم بتاعي ليرنر، فهو خلاص عرف ان الليرنر ده كذا كذا كذا. قلت له عندي هنا اونر، فعرف ان الاونر ده كذا، فبالتالي يقدر يرجع للفايل ده بعد كده. ومش التركية في الفايل ده، التركية في الاي دي ار. الاي دي ار او الاركتكتشر ديسيشن ريكورد من الملفات العبقريه اللي بيطلعها. ليه؟ لان هو اي قرار هتتفقوا عليه سوا هيسجله، فبالتالي لما انت تنسى انت هو ليه انت ليه كنت واخد القرار ده في الاركتكتشر بتاعتك، هترجع للفايل ده، وهو برضو لو نسي هيرجع للفايل ده. هسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتات. بصراحه من السكيلز اللي فرقت معايا جدا في الشغل وبتخليني اعمل بلان قويه جدا. ولو حابين فيديو تاني اعمل لكم الايجنتك ورك فلو من اول الجريلينج لحد الامبلمنتيشن، لان في كام ستيب بعدها، قولوا لي وان شاء الله اعملها لكم. والسلام عليكم.